ورحمة الله وبركاته. من يا جماعة كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. صلى على النبي على أفضل الصلاة والسلام. الفيديو ده يعني إيه، على الهادي كده. أنا طبعا بقالي بالظبط كده 3 أيام مفحوط، بمعنى إن أنا كنت محتاج شاشة كبيرة، عشان طبعا الشاشة اللي عندي صغيرة 24. طبعا شاشة ممتازة، طبعا ما فيش فيها أي مشكلة، شغالة تمام. فأنا قصدت ناس في مصر، طبعا أنا بقول تجربتي مع اللي حصل بما يرضي الله. طبعا في ناس يقول لك طب أنت بتقول بتعيد، لا أنا بقول اللي حصل ليه. زي ما الناس بتثق في العبد لله وبتحول له مبالغ، اي مبلغ بما يرضي الله كثقه، انا تعاملت مع ناس في مصر بعمل لها فيديو بما يرضي الله، مش ان هم وحشين، لا، ناس محترمه. انا قصدت كام حد، فطبعا لقيته بيقول لي ان الشاشه ضمانها شهر، تمام. وراجل يعني محترم برضه، ما اقدرش اغلط في اي حد. قال لي طبعا ما هو الشاشه ضمانها شهر، ولو فيها مشكله خلاص يعني ارميها. طبعا ده كلام مش منطق، كلام مش منطقي، تمام. ده بالنسبه للشهر، وممكن تكون رخيصه وكل حاجه. طب لا، انا كده انا ادفع غالي شويه ماشي، بس اخد حاجه يكون لها ضمان، معايا فاتوره اخد لها ضمان بما يرضي الله. اول حاجه قبل اي كلام نشكر وان اللي هو قناه واحد اسمه قناه ابو مريم بتاع شاشات في مصر. فين؟ في ميدان روكسي، في الخليفه المأمون، محل اسمه محل الكمبيوترات، مول الكمبيوترات عموما. يعني كده كده انا برضو ايه، هوري لكم الشخص اللي هو ابو مريم، اللي هو يعتبر صاحب الشغل. يعني ممكن ده راجل محترم، بس انا كان نفسي اشوفه، وهو ما كم مره رحت وما قابلتوش، تمام. فانا قلت اعمل الفيديو، تمام، عشان يبقى ايه يعني، ده شكرا مني له. انا رحت مرتين، ادا الباشمهندس او الاستاذ ابو مريم اللي انا شفت فيديوهات كتير وحسيت ان هو راجل محترم، وبالفعل مشغل ناس محترم، مشغل ناس رجاله بمعنى صح. ده صورة مين؟ ابو مريم، تمام. تمام، وانا بالفعل ما قابلتوش، والله كان نفسي ان انا اقابله. طيب انا رحت بقالي بالظبط يومين 3. انا اشتريت شاشة 32 جوجل كبيرة، تمام، 4K حاجة نضيفة طبعا. هناك تمام، والصورة بسم الله ما شاء الله، والدنيا كلها تمام وبتاع. المهم ايه، جيت، وطبعا مشوار من منصورة لمصر المكان ده يعني موت موت، مشوار صعب بالامان. طيب الحمد لله بفضل الله، رحت وخدت الشاشه، طبعا شاشه كبيره يعني، حاجه صعبه، كبيره، وهي 4K وبتاع. طب انا جبتها هنا عندي وما اشتغلتش، مش ما اشتغلتش، ما ظبطتش معايا الريزوليشن على الكارت اللي عندي، او الحاجه اللي عندي ما قومتهاش. فعشان كده بالتالي قلت حرام ان انا ايه، اروح اخد جيب شاشه بمبلغ، تمام. اجيب شاشه بمبلغ وفي الاخر ما استفادش منها بحاجه. طيب، وطبعا سفر بقى وبتاع وكلام ده وهدى. المهم الحمد لله كلمت الناس يا جماعه على الواتس، وحصل 2 3 يا باشا، الشاشه شغاله. هم لهم حق، الواحد يقول كلمه حق، هو الشاشه شغاله خلاص، هي مشكله عندك دي ملوش فيه، وانا اللي بقول. فبفضل اللي انا كلمته قال لي يا باشا انت معاك 3 شهور، 3 شهور استبدال وسنه على البورده. طب ما كده جميل، حتى فلوس زايده شويه بس مش مهم، بس معايا 3 شهور استبدال. انا كلمت الراجل مشكورا، قال لي تعالى. وانا كان عندي يقين ان هو هيزعلني، بس انا بعمل الفيديو ده شكر لربنا ثم له على المقابله والاحترام. الاستاذ خالد ده، والاستاذ خالد اخوه تقريبا، اخوه، راجل قابلني باحترام وقال لي يا عم اللي انت عايزه، تعالى هنقي لك شاشه وبتاع، والدنيا تمام ومية مية، تمام. يا عم انا قلت له طب عشان ذوقك وعشان احترامك، انا يا عم هاخد منك صوره، هعمل لك فيديو، وايه، هرفعها للناس كلها تعرف ان انتوا ناس محترمه. اديني قلت العنوان يا جماعه عشان بس ما اطولش في الكلام. ورحت وقابلني كويس وجاب لي شاشه اسمها إيه شاشه اسمها سيمنز الماني. طبعا شاشه بصراحه ممتازه جدا، 27 بوصه، 2K مش 4K طبعا، لان ال 4K ما كانش معايا الكمبيوتر ما قوموش، او الدنيا ما قامتش، ما ظبطتش. فطبعا بالتالي رحت وجبت شاشه تانية، هوري لكم برده منها صوره دلوقتي، بصراحه ممتازه وكتر الف خير. وانا بشكرك على على المعامله قبل طبعا الدين معامله. انت عاملتني كويس، قلت الفيديو ده هيتعمل عشان برضه يبقى بما يرضي الله، تمام. واللي محتاج برضه المحل يخش يتواصل معايا مفيش مشكله، واقول له العنوان، ويقول لي مثلا ان هو طرف الفيجن بتاع المنصوره، وربنا يجازيه خير ويفتحها عليه. عشان انا رحت كم يعني، رحت مرتين والحمد لله خدت حاجه كويسه وتحت امر الناس. فانا قلت له انا هعمل لك فيديو كتقييم. انما هو لو ما كنتش اني اتعاملت كده بما يرضي الله، كان برضه هيبقى حق ازعل، انا جاي لك من اخر الدنيا
وانت الحمد لله راجل مشكورا، كلمتني كويس وباحترام وحسيت في قبول، ما حسيتش فيه زعل. غير عندنا هنا يعني، غير عندنا في الجلاء اوضاع واسعار فشخ بمعنى اصح غاليه. طيب انا بشكرك، وطبعا ناس محترمه بالامانه، وكفايه ان انت معاك ضمان 3 شهور وسنه على البورده، ده حاجه برضو جميله جدا. حتى لو انت زايد 100 200 جنيه مش هتفرق معانا. الف الف شكر، وانا تحت امر اي حد. وانا بعمل الفيديو ده شكرا شكرا لصاحب يعني ايه المحل ابو مريم، ان هو في مصداقيه بامانه ربنا. نبص بص بس على الشاشه يا جماعه. الشاشه اهيت، بسم الله ما شاء الله قدام حضراتكم اهي. طبعا الريزوليشن بتاعها زي ما انتم شايفين 2K. طبعا هو ال 4K زي ما انتم فاهمين، وزي ما انا بقول ان ال 4K ما ظبطش معايا نهائي. ده كده قدام منكم 1440، ده ال 2K. طبعا شاشه 2K فبتبقى ممتازه. طبعا انا جايبها كبيره شويه عشان طبعا نظري يعني من كتر الشغل النظر فتعبت. وطبعا 60 هرتز زي ما انتم شايفين اهوت. تمام، فبصراحه ممتازه. وطبعا الشاشه ممتازه ان هي فيها سماعات، بس انا طبعا ما بتوصل السماعات الخارجيه، بتلغي. ادي كده الاضاءه بتاعتها، طبعا انا شايف الاضاءه بسم الله ما شاء الله تمام. شاشه بجد ممتازه جدا والله بالامانه يعني. تمام، فانا بنصح اي حد محتاج شاشه يروح لهم، وبرضه يقول لهم انا طبعا ابو جانا ولا حاجه، وهم هيعملوا الواجب باذن الله. ادي كده الاضاءه زي ما انتم شايفين اهو. وادي كده هو ده ابو مريم اهو. ده كده ابو مريم اهو زي ما انتم شايفين اهو. برضه هنبقى نحاول ناخد صوره برضه، عشان انا قلت له يعني عشان خاطره ان احنا هنعمل له فيديو بالامانه. لو كنت شفته معامله غير اللي انا شفتها كنت زعلت، بس انا بالامانه يعني انا قلت له هعمل لك فيديو عشان يبقى بمرضي الله. تمام، فقلت يعني ايه الناس تعرف بس يعني لله يعني بجد، عشان هو انا رحت يومين وكده واتعاملت معامله كويسه عشان ايه اللي هيروح تمام برضه هيعامله معامله بما يرضي الله. والحمد لله جبت الشاشه. وطبعا عايزين نسمع بقى مبروك، وان شاء الله يبقى في شغل جامد باذن الله نظبطكم على القناه، وربنا المستعان. ودعواتكم لنا بس ان ربنا يسهل الحال. تحت امركم. وده بقى الفيديو ده هبعته له عشان انا قلت له هعمل لك فيديو بما يرضي الله بالنسبه للشغل بتاعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.